يا من على فرأى ما في القلوب، يا من على فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وظلام الليل منسدل. أنت المبيت لمن ضاقت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضاقت به الحيل. إنا قصدناك والآمل وثيقة، والكل يدعوك ملهوف ومبتهل. إنا قصدناك والآمل وثيقة، والكل يدعوك ملهوف ومبتهل. فإن غفرت فذو فضل وذو كرم، فإن غفرت فذو فضل وذو كرم. وإن سطوت فأنت الحاكم العديل. فإن غفرت فذو فضل وذو كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العادل. وما لنا باب غير باب الله، وما لنا باب غير باب الله، ولا مولى سواه ولا حبيب. وما لنا باب غير باب الله، ولا مولى سواه
الكون جاني من قريب وبعيد أشرقت شمس الوجود تحت أقدار القيود فغدا الله جليسي وأنيسي في شهودي طالبا رحمة الله سلم أمورك لله وقل بصدق ووجد الله 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 وقل بصدق ووجد الله يا مولانا أهل الهوى فيته الله يا مولانا روحي وتأتيته الله يا مولانا روحي وتأتيته واهل به وتأدى فأنت في حضرة الله واشدد يديك عليه فقرب الأسماء الله واشدد يديك عليه فقرب الأسماء الله يا مولانا أهل الهوى فيته الله يا مولانا روحي ونسيته الله يا مولانا روحي ونسيته وزن حضورا بقلبي أنت نطقت بالله واذكره سرا وجهرا تفز بقرب من الله واذكره سرا وجهرا تفز بقرب من الله يا مولانا أهل الهوى فيته الله يا مولانا روحي وتأتيته الله يا مولانا روحي وتأتيته قاطع أمرنا نرفع لأجلك حبنا فإنما نحن بالرضا من أحبنا ونذبح حمانا واعتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا الله يا مولانا الله لا إله إلا الله وعش في رضانا خاضعا متذللا الله لا إله إلا الله تمسك بأديان المحبة واغتني ليالي بها تحظى بأوقات قربنا وقم في دجى فالليل ميقات من يريه وصال حبيب
والمديح النبوي له حديث عن روح ديننا الحنيف المؤسس على استراتيجية حقيقة الإسلام الذي يرى فيه البعض العنف ويرى الآخر الذل ويرى فيه آخرون غياب تصور حضاري استراتيجي لإنماء الإنسان ونقله إلى مستوى الأسماء. إننا في إطار الصوفية وفي إطار الطريقة القادرية البوتشيشية نرى في الإسلام إيمانه، ونرى في الإيمان إحسانه، وفي الإحسان عرفانه، وفي العرفان رؤيا الله تعالى عبر نبيه، ورؤيا نبيه عبر أوليائه، ورؤيا أوليائه عبر شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية. قصد تحقيق المحبة، فبالعلم نرقى إلى الخشية، وبالمعرفة نرقى إلى المحبة. والخشية طريقها الدراية، والمحبة طريقها الهداية، والتجريد سبيل الإسلام لتحقيق الأخلاق، والتسديد سبيل الإيمان لتحقيق الأذواق، والتأييد سبيل الإحسان لتحقيق الأشواق. إن الإسلام جوهر الحقيقة الإلهية وسندها بالفقر إلى لتحقيق الأشواق. إن الإسلام جوهر الحقيقة الإلهية وسندها بالفقر إلى إسلامه عبر أفعاله، والافتقار إلى إيمانه عبر صفاته، والاضطرار إلى إحسانه عبر ذاته، والارتقاء إلى حقيقته عبر الاقتداء والصحبة، أي صحبة الفقراء والأولياء والعارفين. وفي رواية أحمد من حديث مالك الأشعري: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منازلهم وقربهم من الله تعالى، هم المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتزاورون في الله. فاللهم اجعلنا من المتحابين في الله، المتوادين بالله، المستمدين مقوماتنا من الله، الآخذين عن الله. اللهم يسر أمورنا وأمور من يحبك ويؤيد أولياءك بهذا البلد الآمن الذي حباه الله بشيوخ صوفية عارفين أناروا للناس طريق الهدى والبيان، وملوك أحبوا أولياءك ولا زالوا على العهد، ومسؤولين لم يتوانوا عن مديد العون إلى خدام السلوك الصوفي ببلدنا، وعلماء وفاعلين جمعويين لم يألوا جهدا لتبني خطاب الصوفية خطابا حضاريا واستراتيجية ثقافية واجتماعية وجمعوية لتأطير الشباب وتوجيههم نحو الهدى الرباني والهدي المحمدي. إن تصوف اليوم صار لدى الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين محط اهتمام لمسه جوهر الإنسانية وحقيقة البشرية، وصار اهتمام علماء الأعصاب النفسانيين لتمكن أهله وعارفيه وأوراد شيوخه من تزكية النفوس. بل سعى رواد البرمجة اللغوية العصبية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى اعتبار الذكر الوسيلة الأوحد لتزكية النفس وردها إلى معادلتها المعنوية، وعده الفلاسفة الفضاء المتضمن لميدان الأرواح، والإجابة عن سؤال الخلق بالخالق، وسؤال المعنى بالروح، وسؤال المادة بالخلق. وأخيرا لا آخرا، إن هذه المدينة المباركة مدينة إقليم بن سليمان لخير دليل على ما نقول، حيث يعد أهلها رواد أولياء بالضرورة تاريخيا وجغرافيا. روحهم صوفية وتاريخهم صوفي وجغرافيتهم صوفية لوجود أولياء صالحين لا يمكن التنكر لهم ولأصولهم. من ثم لم يملكوا إلا محبة الأولياء بخاصة الولي الحي، لأنه لا يبلغ عن الحي إلا الحي، والشيخ المربي القدوة الحي الذي يمد فقراءه ومريديه، أو يمد فقراءه ومريدوه يد التسامح والتذاكر والتدبر لكل من يريد معانقة نور الله تعالى. إنها دعوة روحية للحضرة الإلهية، وهي جوهر التنمية البشرية. إنها المبادرة الصوفية للتنمية البشرية، وملء للفراغ الروحي الذي نعاني منه منذ الأزل، وإنهاء دعوة من أصحاب الحقيقة الصوفية. وليباركنا الله تعالى وليحيينا عبر هذه الأمسية الروحية وليلة السماع الصوفي،
وليتقبل منا جميعا عبر دعاء الختم. فليتقدم مشكورا أخونا سي الخلف. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأننا نشهد أنه الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولأننا نشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلواتك ربي وسلامك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم من المؤمنين والمؤمنات بإحسان إلى يوم الدين. أتباع سيدي رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدث السادة الدكاترة أعزهم الله، تحدثوا عن مشارب متعددة للتصوف، وتحدثوا كذلك عن فضائل التصوف، وتحدثوا كذلك عن هذه المدرسة التي شاء الله لها أن تترعرع وتتجدر في وطننا العزيز هذا. وأنا أستحي أن أتحدث عن هذا العلم أمام هؤلاء السادة الدكاترة الأولياء، ولكن هذا لا يعني أنني لا أقول كلمة وأستسمح السادة الدكاترة المحترمين. علم التصوف علم التصوف في الحقيقة أو في حقيقته هو علم بأسرار القرآن الكريم. يرحمكم الله، عندما نتعمق القرآن الكريم وعندما نتعمق في تناياه فإننا نصل فيه إلى كنوز لا حدود لها، كنوز لا تحد بحدود، كنوز لا تقاس بمقياس. وما في هذا القرآن من دلالات، وما في هذا القرآن الكريم من إشارات لا يفهم معناها ولا يدرك مقاصدها إلا من أتاه الله تبارك وتعالى فطنة، ومن أتاه الله تبارك وتعالى نبض محبة في الله. وقد خص الله تبارك وتعالى سبحانه بهذا العلم، بعلم التصوف، خص الله تبارك وتعالى سبحانه بهذا العلم أناسا معينين فنوا في محبة الله تبارك وتعالى، فنوا أرواحهم في محبة الله تبارك وتعالى، وأفنوا أعمارهم في محبة الله تبارك وتعالى، فهداهم الله سبحانه إلى نوره بنوره، هداهم الله تبارك وتعالى إلى نوره بنوره، وكشف لهم الأسرار، فكان منهم الأنبياء وكان منهم الرسل، فكان منهم كذلك الأولياء الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم من سورة يونس الآية 62 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، لا هم يحزنون في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. لماذا؟ لأنهم أولياء الله تبارك وتعالى يمشون بنور الله. وكان منهم الصادقون المصدقون، ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى، أمرنا خالقنا سبحانه وتعالى أن نكون مع هؤلاء الصادقين، أن نكون معهم، أن تكون معيتنا معهم مستمرة غير منقطعة. فقال
سبحانه وتعالى من سورة التوبة الآية 120: يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا معي يرحمكم الله، الخطاب موجه إليكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكان منهم الصالحون، كان منهم الصالحون الذين هؤلاء الصالحون هم المنارة، هم المنارة التي لا يخبو نورها أبدا. لماذا لا يخبو نورها أبدا؟ لأنها مستنارة بنور الله تبارك وتعالى الذي لا ينطفئ على مدى الدهور. بهم يقتدي من سحقتهم الدنيا، بهؤلاء الصالحين يقتدي من سحقتهم الدنيا وهموم الدنيا وغموم الدنيا، وألقت بهم الدنيا في غيابات التيه والضلال. هؤلاء الصالحون أيها الصالحون، هؤلاء الصالحون هم الذين تضرع سيدنا إبراهيم عليه السلام، تضرع إلى ربه سبحانه وتعالى أن يجعله منهم. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء يتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصالحين أو مع الصالحين. فقال الله تبارك وتعالى من سورة الشعراء الآية 83: رب هب لي الله رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هؤلاء الصالحون يرحمني ويرحمكم الله هم الذين تضرع سيدنا سليمان عليه السلام، تضرع إلى ربه، تضرع إلى خالقه، تضرع إلى واجده أن يدخله في زمرة هؤلاء الصالحين. فقال الله تبارك وتعالى من سورة النمل على لسان سليمان الآية 19: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالتصوف إذن يرحمني ويرحمكم الله هو علم وليس عشواء، هو علم لا يؤخذ من الأوراق ولا يؤخذ من المطالعات ولا يؤخذ من تنايا المكتبات، هو علم لا يؤخذ من الأوراق، وإنما هو وجدان، وإنما هو وجدان، هو محبة، هو هيام بالله تبارك وتعالى، وهيام بالحضرة الربانية، وثم بالتالي إنه أذواق. إذن التصوف كذلك لا ينال بالقيل والقال، وإنما يؤخذ من صالح الرجال. التصوف يؤخذ من صالح الرجال ويؤخذ من صحبة أهل الكمال الخلقي، الكمال الرباني. ولذلك قال تعالى من سورة المائدة الآية 37: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لاحظوا معي يرحمكم الله، كلما أراد الله تبارك وتعالى أن يوجهنا التوجيه النوراني إلا ويخاطب سبحانه وتعالى الذين آمنوا، وعندما يخاطب الذين آمنوا يتبع مخاطبته بالمتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. أريد أن أسافر من مكان إلى مكان، فأنا أبحث عن الوسيلة التي توصلني إلى ذلك المكان. فإذا أردت أن أصل إلى الحوزة الربانية فلا بد أن أبحث عن الوسيلة التي توصلني إلى الحوزة الربانية. والوسائل يرحمكم الله التي توصلك أخي المؤمن إلى الحضرة الربانية كثيرة ومتنوعة، ولكن أهمها لضيق الوقت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الأولى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بنور الله
ولا ينظر بالعين البشرية أو البصر البشري، وإنما بصيرته وبصره نوره بصيرته وبصره يستمدان نورهما من نور الله تبارك وتعالى. في أقواله آل عمران الآية 31: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هنا يرحمكم الله 3 محطات: هناك محبة الله، وهناك الوسيلة، وهناك محبة الله للمحبين. هان أعيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. عندما تتبعوني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى بالمقابل يحبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والوسيلة الثانية يرحمكم الله التي توصلنا إلى الحوزة الربانية أو إلى الحضرة الربانية، الوسيلة الثانية مصاحبة العارف. مصاحبة العارف بالله الذي يمشي وراء نور الله، والذي ينبض قلبه بمحبة الله، نبضات قلبه كلها ذكر، نبضات قلبه كلها تخفق بمحبة الله تبارك وتعالى. الذي يأخذ بيد المريد وينتزع ذلك المريد من الضلالة العمياء، ضلالة الدنيا ومشاغل الدنيا ومشاكل الدنيا ومصائب الدنيا ومثالب الدنيا. إذن من الضلالة العمياء إلى نور المعرفة. فهو إذن أي المريد المثال الذي يستبد نوره من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى الوسيلة الثالثة التي تأخذ بيدك أخي المؤمن، تأخذ بيدك أخي المريد، تأخذ بيدك أختي المؤمنة، أختي المريدة. الوسيلة الثالثة التي تأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى ملازمة الذاكرين آناء الليل، ملازمتهم آناء الليل وأطراف النهار، ملازمتهم بكرة وأصيلا حتى تستبد منهم، حتى تتروى وحتى تروى من تلك الطاقة النورانية التي تغمر المحبين في الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى من سورة الكهف الآية 28: واصبر نفسك، صبر راسك واصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لماذا؟ يريدون وجهه، يريدون وجه الله. واصبر نفسك قوم الشيطان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تخليش عينيك يزيغوا عليهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا. جعلني الله تبارك وتعالى وإياكم وجميع المسلمين وجميع المريدين من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا يا ربنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه يا ربنا لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم يا ربنا يا نور النور، يا من أضاءت بنوره الأكوان مشارق الأرض ومغاربها، نسألك اللهم لبصرنا نورك، ونسألك اللهم لبصيرتنا نورك، ونسألك اللهم لقلوبنا نورك. اللهم نورنا بنورك الذي لا ينطفئ. يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات ليوم لا ريب فيه. نسألك اللهم أن تشملنا بعنايتك، نسألك اللهم أن تحيطنا بعنايتك، نسألك اللهم أن ترضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بقدرتك، ونتوسل إليك بجلال قدرك، ونسألك بقدر جلالك، نسألك اللهم أن ترفع من مقامنا، نسألك اللهم أن ترفعنا إلى مقامك، نسألك اللهم أن تكون معنا ولا تكن علينا يا حي يا قيوم. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يرجى سواه ولا ترفع الأكف إلا إليه، رفعنا يا ربنا أكفنا إليك، أن تجعل يا ربنا العظيم، أن تغمرنا يا رب العظيم برضاك ورضا شيوخنا ورضا فقرائنا. اللهم يسر أمورهم، اللهم وفقهم لخير الأعمال، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم يسرهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا يا ربنا العظيم في شبيبتنا، بارك لنا يا رب في شبابنا، بارك لنا يا رب في أعمدة مجتمعنا. اللهم نور قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، اللهم وجههم وأنت القادر على ذلك، وجههم يا رب إليك، اللهم قدهم إليك، اللهم اجعلهم من أوليائك الصالحين. ولا ننسى يا ربنا التربة الطاهرة، التربة الخصبة، نساءنا، اللهم بارك لهن في أعمارهن، اللهم بارك لهن في أعمارهن، اللهم اشف مرضاهن، اللهم يسر أمورهن. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام نسألك وأنت المجيب وأنت القائل أجيب من دعاني، نسألك يا ربنا ألا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا بنورك هديته، ولا فقيرا إلا من خزائنك أغنيته، ولا مدينا يا ربنا إلا يسرت له قضاء دينه يا حي يا قيوم. نسألك اللهم يا ربنا أن تبارك وأن ترضى عن المسؤولين عن هذه البلدة الآمنة المطمئنة. اللهم كن معهم، وفقهم لما تحب وترضى، وأعنهم على ما تحب وترضى، ويسر يا ربنا العظيم شؤونهم، واصلح لهم ذريتهم، وأصلح لهم يا ربنا العظيم، واصلح لنا يا ربنا العظيم كل أمنية، وحقق لهم يا ربنا العظيم كل أمنياتهم. أيها المؤمنون والمؤمنات الأفاضل، هذه أمسية ربانية، هذه أمسية ربانية قام بتأطيرها مؤمنون صالحون، وقام بتأطيرها والسهر على تنفيذ هذا التأطير من المريدين الصادقين الصالحين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. هؤلاء الشباب المنشدون، لا ننسى أن نطلب الله تبارك وتعالى وأن نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمارهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يحقق آمالهم، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينيلهم كل ما يتمنون وفوق ما يتمنون. أيها المؤمنون، نضيف في دعائنا الكريم ونرجو الله تبارك وتعالى، هو أقرب إلينا من حبل الوريد، الله تبارك وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو القائل ادعوني أستجب لكم. فندعوك اللهم يا ربنا أن تستجيب دعاءنا لشيخنا الجليل، اللهم خذ بيده، اللهم اشفيه يا أرحم الراحمين. شيخنا يا رب العظيم تشافيه، يا رب تعافيه، يا رب تكافيه على هذا الخير اللي دار للشباب ديالنا، وعلى هذا الخير اللي دار لنا الرجال ديالنا، وعلى هذا الخير ديال الذكر اللي خلانا مغمورين فيه. نرجو الله تبارك وتعالى له دوام الصحة، ونرجو الله تبارك وتعالى له الشفاء العاجل، وأن يبارك الله تبارك وتعالى في كل أولاده وبناته وأسرته وجميع المسلمين. نرجو الله تبارك وتعالى لنا ولكم سائر
اليقين في هذه الطريق، إنه القادر على ذلك. عباد الله، نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم إلى ما تحبون وترضون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمورنا وأمور المسلمين. أيها المؤمنون، دعاؤنا خلاصة الدعاء أو كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ الدعاء أن ندعو لأمير المؤمنين. اللهم وفقه لما يحب ويرضى، اللهم وفقه يا ربي العظيم، اللهم خذ بيده إلى ما تحب أنت ويحب ويرضى. اللهم يا ربنا العظيم كن معه ولا تكن عليه. اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في عمره، اللهم أطل عمره في طاعتك وحسن عبادتك. اللهم وفقه لخير الأعمال، اللهم بارك له في ولي عهد المولى الحسن، إنه سميع مجيب والقادر على ذلك. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يصلح أمورنا وأموركم جميعا، إنه سميع مجيب. الضال